احنا خلاص في آخر شهور 2025. في ناس دلوقتي محبطة، حاسة إن السنة دي ضاعت عليها، وناس تانية بدأت تجهز لقفزة قبل ما تدخل 2026. الفرق بينهم إن في حد قال أنا هبدأ النهاردة، وحد تاني قال خلاص استنى السنة الجديدة. اللي هيبدأ دلوقتي حتى لو بخطوة صغيرة هيدخل 2026 وهو سابق غيره بكتير. خليني أقولك إزاي تقدر تعيد ترتيب حياتك في 3 شهور بس. الخطوة الأولى، قبل أي حاجة الأساس هو علاقتك بربنا، لأنك ممكن تظبط نومك، فلوسك، جسمك، بس لو مفيش روح ولا بركة عمرك ما هتحس بالفرق. جرب تبدأ يومك بصلاة الفجر في المسجد في وقتها، هتلاقي بركة في وقتك بشكل مش طبيعي. أذكار الصباح والمساء، وخد مني الحتة دي، وبجد لو جربتها وانت مقتنع بيها هتفرق معاك والله جدا جدا. جرب الاستغفار وانك تستشعر ربنا في كل خطوة، وتطلب منه العون وانت واثق ومتأكد انه مش هيخذلك. تخيل الحديث ده كده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منهم. متفق عليه. انت متخيل بس يعني ايه؟ بص، عايز اقولك انت لو طلعت من الفيديو ده فاهم بس معنى الحديث ده وبتعمل بيه، فانا بقولك مبروك عليك، انت كسبت اكبر مكسب والله. وايضا اوصيك بالقرآن، حتى صفحة في اليوم هتغير مزاجك ونظرتك. صدقني اول لما تحط الاساس ده في حياتك الباقي كله هيبقى بسيط جدا وسهل، زي بالظبط اللي بيبني بيت. لو أساس البيت كويس هو مطمن إنه مهما يزود أدوار البيت مش هيقع. عايزك تتعامل بالعقلية في آخر 3 شهور. الخطوة التانية، بعد كده نبدأ بالمراجعة وتحديد المرحلة اللي انت فيها دلوقتي. انت محتاج تواجه نفسك بصدق. شوف يومك بيروح فين، هل أغلبه على الموبايل؟ هل بتأجل حاجات مهمة؟ بص على أصحابك، مين بيشجعك ومين بيسحبك لتحت. وضحنا في فيديو على القناة اسمه الصاحب ساحب، أنصحك تشوفه. قول لي مين صحابك، أقولك أنت مين، لأنه في الأغلب الشخص هو النتاج المجتمع المتواجد فيه. شوف فلوسك بتتصرف في إيه أكتر، حاجات ليها لازمة ولا تفاهات. المراجعة دي مش عشان تلوم نفسك، لأ، عشان تبقى عارف الصورة كاملة. الخطوة الثالثة، ابدأ بقى نظم حياتك. انت حطيت المراية قدامك في الخطوة التانية، فخلاص محتاجين نبني بقى صح. وهنا ما تعقدش الدنيا على نفسك. هقولك على شوية أمثلة لو جربتهم هيفرقوا معاك جدا جدا. النوم، لازم تنام بدري، لأنه زي ما اتفقنا في أول خطوة إننا هنصحى نصلي الفجر جماعة في المسجد في وقته. الأكل، مش لازم تحرم نفسك من كل حاجة، لكن قلل المشروبات الغازية أو إنك تمسك الموبايل وإنت بتاكل، وابعد عن السكر والزيت. الرياضة، لو مش فاضي للجيم انزل امشي كل يوم ربع ساعة بعد العشاء. العادات الصغيرة دي هتعمل فرق كبير مع الوقت، ولو ركزت هتلاحظ ان جسمك وعقلك بقوا أهدى بكتير جدا. وحاجة مهمة جدا وهي انك لازم ولابد تتعلم مهارة جديدة. حاجة إضافية، بما اننا بقينا أهل مجتمع واحد، أنا عايز كل واحد يكتب هيعمل إيه في ال3 شهور الجايين، ويرجع بعد 3 شهور يقول لنا هو عمل إيه منهم، وبكده يكون ورط نفسه وألزمها قدام الناس. الخطوة الرابعة، وقت التنفيذ. هنا لازم تتحرك على حاجة مأجلها. لو نفسك تبدأ مشروع صغير ابدأ وخد الريسك وربنا هيكرمك. لو نفسك تتعلم مهارة التزم بكورس أونلاين 30 دقيقة كل يوم. اوعى تفتكر ان الطريق هيبقى مثالي، هيجي يوم هتكسل أو هتعمل العكس اللي كنت ناوي تعمله، ده طبيعي جدا. المهم إيه؟ إنك ما تسيبش الغلطة تكبر. يعني لو ضيعت يوم، تاني يوم كمل عادي، ما تعاقبش نفسك. التغيير الحقيقي مش في المثالية، التغيير في الاستمرارية. لو ركزت هتلاقي التغيير مش بس في العادات، التغيير بيبدأ من التفكير. يعني بدل ما تقول
ما عنديش وقت، اسأل نفسك أنا بضيع وقتي في إيه؟ بدل ما تقول ما عنديش فلوس، اسأل نفسك إزاي أزود دخلي أو أتعلم حاجة تجيب لي فلوس بعدين. العقلية دي اللي بتفرق بين واحد واقف مكانه وواحد بيتحرك قدام. الخلاصة، أول حاجة علاقتك بربنا، الصلاة، الأفكار، القرآن، ده الأساس. تاني حاجة راقب نفسك واعرف وقتك وفلوسك بيروحوا فين. تالت حاجة ابني نظام بسيط بعادات صغيرة. وأخيراً خد خطوة عملية في حاجة مأجلها. 3 شهور بس كافلين يغيروا شكل حياتك قبل 2026. الموضوع مش صعب، بس محتاج تبدأ من دلوقتي. ولو عجبك الفيديو تابع القناة، لأن اللي جاي هيساعدك بخطوات أوضح وأمثلة